السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفة اليوم بطاطا بالسلق، طبق اقتصادي ويوالم هذا البرد. نبدأ في تحضير الوصفة. كانت عندي ربطة سلق، قطعتها وشللتها وقطرتها ودرتها في طنجرة، ومن بعد نحطها فوق النار، نغطيها ونخليها تذبل هكذا على نار متوسطة، ما قليلة بزاف ما قوية. بعد ما يذبل لي ندير واحد 2 مغارف زيت، واحد 3 سنينات ثوم كنت ربيتهم ولا تحبوا تدرسوهم، ومغرفة هكا زبدة مارغرين، ونخليها تقلى مليح مع الثوم وشويه ملح، مع الثوم وملح والمارغرين 2 مغارف زيت، نخلطهم مليح. بعد نزيد لها شويه فلفل الكحل، مغرفه درسه ولا فلفل حار اللي كان عندكم، ولا هريسه، ومغرفه صغيره طوماطيش، ونخليها تطيب في حريج تاعها حتى يبدا ينشف هذاك الماء اللي تلقوا السلق. شوفوا ما ضفت لهاش كاع الماء، السلق هو اللي يطلق ماء، وما تكثروش الملح باسكو السلق يجي فيه الملوحيه، ما يحبش الملح بزاف. بعد ما طابلي كنت قليت بطاطا مقليه، حبيبات بطاطا قليتهم اوندي كاغي هكايا، ونحطها فوق السلق تاعي. بعد ما كان طاب نحطها هكذا، نزيد لها 2 حبات بيض، كنت درت لهم شويه فلفل ملح بليتو ملح، ونخليهم يطيبوا. صدقوني وصفه اقتصاديه وبنينه وياكلوها الدراري وصحيه في نفس الوقت. وتوجدوها في وقفه. هاي وجدت لي البطاطا بعد ما طاب لي البيض كما راكم تشوفوا، جات بنينه ومعسله، ونتمنى عجبتكم هذه الوصفه، ونتمنى تجربوها. واللي اول مره يدخل لاشين تاعي يابوني بارطاجي ويدير جيم ويخلي كومونتير. والطبق تاعي راه في صحن التقديم، شوفوا كيفاش جا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه، ونلقاكم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.